السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة ام زكريا للمبتدئات. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وفي صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا غادي نحضروا فيه الكبيدات ديال الدجاج في المقله. كيجيو رائعين البنات، كيجيو مدغمرين ومشحرين ومشرملين كذلك وكيجيو ولداد. اليوم ان شاء الله غادي نقدمهم معكم بجوج ديال الطرق، والطريقه اللي عجبتك اختي قدميها في الطبيله ديالك ولوليداتك وبالصحه والراحه. غادي ندوزو ان شاء الله المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنا في المكونات والمقادير كذلك عندي نص كيلو ديال الكبده بعد ما جبتها وغسلتها مزيان بالحامض والملحه. غادي ندوزو اللقامه ديالها اولا العطريه، البزار، سكينجبير، التحميره والملحه. وعندي هنا كذلك الكمون، عندي الهريسه والحامض، الثومه محكوكه، قزبر ومعدنوس، نص ديال الحامضه، زيت المائده وزيت العود، الحامض مصير للتزيين، الخس كذلك للتزيين. وعندنا هنا الخبيزات ديالنا اللي على شكل باغيط. وغادي ندوزو للطريقه ديالنا اللي غادي نحضروا فيها هاد الكبيدات. كيجيو مشرملين البنات وكيجيو لذاذ. هنا غادي نجيب القراده والموس بطبيعه الحال، وغادي نقطع هاد الكبيدات طريفات صغار بحال هكا. انا ما بغيت نسلقها باش بغيت نخليها محتفظه بداك المواد اللي فيها. كنديرها في المقله وكنزيد عليها العطريه اللي قدمت معاكم والحامض كذلك والهريسه. ما نكتروش بزاف، عندنا الكميه ديال الكبده قليله، جوج دريسات ديال الثومه، وكتبقى الكميه على حساب الكبده اللي عندكم. قزبر ومعدنوس كنديروه بزيت. الكبيده ديالنا كتبغي القزبر ومعدنوس وكنزيدوا الزيت. عندنا نص كاس هنا ديال العنبه مخلط في هذا القياس اللي درت انا ديال الكبده. وهنا كنجيب نص ديال الحامض وكنعصرو هكا بالموس. انا غناخذ حتى اللب ديالو الدخلاني صافي. هنا من بعد ما عصرته حيت ليه حتى اللب حتى هو، غادي نحيد هذوك العظيمات اللي طاحوا. الكمون غادي نخليوه هو الاخر حتى كتشحر لنا الكبيده ديالنا. وكنشرملوا هاد الكبده بالعطريه اللي درنا فيها وكنديوها الفوق النار. كنشعلوا البوطه وكنخليوها حتى كتبدا تشحر، وكنبداو هكا نقلبوا فيها. كنشحروها غير بشويه البنات. بعد ما تشحرت لينا الكبده كنزيدوا الكمون باش كتبقى فيه ديك اللذه ديالو الشهيه. ما كنديروش من الاول باش ما يتحرقش لينا هكا. بعد ما كتزيدوا الكمون غير كنحركوها شويه باش كتندمج مع الكمون وصافي. وكنطفيو النار، كنطفيو عليها وكنمشيو باش غادي نقدموها. صافي هنايا جبنا المقيله ديالنا بعد ما تشحرات ودغمرات. وغادي نجيب الطبسيل اللي غادي نقدم فيه التقديم الاول. كنقدموها بهذا الشكل البنات، كتجي راقيه وكتجي زوينه بزاف كما لاحظتوا معايا في البدايه ديال الفيديو. وكنزينوها بالشرائح ديال الحامض مصير وكنحطوها على هذا الشكل في الطبيله ديالنا. كتجي راقيه ولذيذه بزاف. وغادي نمشيو باش نشوفوا الشكل الثاني اللي على شكل ساندويش. قدميها كيف ما بغيتي اختي. الوليدات ديالنا كيحبوا هاد الساندويشات. غادي نحلو هاد الساندويشات ديالنا ونحيدو منهم ديك البابه اللي تتكون فيهم الداخل باش نخويوهم هكا ونعمروهم بالكبده. صافي هنايا بعد ما خوينا الخبيزات ديالنا اولا الباغيط كنزينوهم بالوريقات ديال الخس. ومن بعد كنعمروهم هكا بالكبده اللي جات رائعه البنات، جات مشحره ولذيذه. وكيجيو على هذا الشكل، كيجيو كيشهيو. رائعين البنات ولذاذ وراقيين في الشكل ديالهم. وصافي هنايا كنقدمهم هكا في الطبيله ديالنا. كيجيو رائعين البنات وزوينين بزاف والشكل ديالهم كيشهي وكيحبوهم الوليدات ديالنا.
وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال نهار اليوم اللي حضرت معكم فيه الكبيدات ديال الدجاج اللي جاو لذاذ البنات وجاو زوينين بزاف وجاو رائعين كذلك، لا في المنظر ولا في المذاق. حتى لهنا غادي نخلي لكم الصحه ولهنا حتى الفيديو القادم ان شاء الله نتلاقاو على خير. بسلامه عليكم وبالصحه والراحه. شكرا لكم على المشاهده.